السلام عليكم متابعينا الأعزاء. تعالوا نتعرف على أبطال مسلسل باب الحارة الذين رحلوا عن عالمنا، لكن قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. الفنان عبد الرحمن الأرشي الزعيم أبو صالح ولد في 7 سبتمبر عام 1934، وهو ممثل سوري من أصل كردي ووالدته شركسية. قدم الكثير من الأعمال الهامة في السينما والتلفزيون، وهو عضو مؤسس في نقابة الفنانين السوريين، وكانت آخر أعماله الفنية قبل وفاته المسلسل الشامي الغربال. ينتمي الفنان عبد الرحمن إلى جيل الفنانين المخضرمين الذين واكبوا انطلاقة الدراما التلفزيونية منذ بدايتها في الستينيات. الفنان أدهم الملا ولد يوم 1 يناير عام 1932 في بعلبك بلبنان، وعاش طفولته في اللاذقية قبل أن ينتقل لدمشق، وهو فنان سوري. توفى أدهم الملا يوم الأربعاء في 2 يوليو عام 2014 بعد معاناة وصراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 82 عاما. الفنان مأمون الفرخ أبو سمير الحمصاني ولد الفنان مأمون فرخ في دمشق يوم 31 يناير عام 1958، ودرس وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل. توفى الفنان مأمون الفرخ يوم الخميس 21 مايو عام 2020 عن عمر ناهز 62 عاما، وأكدت المصادر أن سبب وفاته هو تعرضه لاحتشاء في عضلة القلب. الفنان حسن دكاك ولد في دمشق عام 1956، وهو ممثل سوري من أصل فلسطيني. توفى الفنان حسن دكاك فجر يوم الأربعاء 13 تموز من عام 2011 عن عمر ناهز 56 عاما إثر أزمة قلبية حادة ومفاجئة أصابته في أثناء وجوده بمنزله في دمشق. الفنان سليم كلاس أبو خاطر ولد في 13 نوفمبر عام 1936، وهو ممثل سوري ومن الفنانين المؤسسين للدراما السورية. توفى الفنان السوري سليم كلاس في صباح 2 ديسمبر عام 2013 عن عمر ناهز 77 عاما إثر أزمة قلبية ألمت به في العاصمة السورية دمشق. الفنان عصام عباجي أبو إبراهيم الخضرجي هو فنان سوري من مواليد منطقة المهاجرين بالعاصمة السورية دمشق في 9 فبراير عام 1941. توفى في 24 نوفمبر عام 2014 عن عمر ناهز 73 عاما إثر نوبة قلبية بعد صراع طويل مع مرض عضال بعد مشوار فني امتد إلى 40 عاما. الفنان محمد رافع قام بدور إبراهيم، هو فنان سوري من أصل فلسطيني. ولد في 2 من شهر نوفمبر عام 1982. والده هو الفنان أحمد رافع، وقتل الفنان أحمد رافع في شهر نوفمبر من عام 2012 على أيدي المعارضة المسلحة في سوريا عن عمر ناهز 30 عاما. الفنان السوري وفيق الزعيم ولد يوم 31 ديسمبر عام 1960 في مدينة دمشق،
توفى الفنان وفيق الزعيم في 15 مارس عام 2014 بعد صراع مع سرطان الكبد عن عمر يناهز 53 عام في إحدى مستشفيات بيروت. الفنان صبحي الرفاعي أبو مرعي. ولد الفنان صبحي الرفاعي في 30 ديسمبر عام 1945 في حي الميدان في دمشق. تعرض الفنان الراحل صبحي الرفاعي لأزمة قلبية حادة على باب مقهى الروضة ونقل إلى المشفى، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة في 25 أغسطس عام 2012. الفنان أكرم التلاوي أبو تيسير هو فنان سوري، ولد في العاصمة دمشق عام 1955. توفى أكرم التلاوي في يوم 7 ديسمبر عام 2018 إثر مضاعفات عملية جراحية في القلب عن عمر ناهز 62 عاما. الفنان ياسين أرناؤوط أبو نصوح ولد يوم 4 مارس عام 1939 وهو ممثل سوري. توفى في 22 نوفمبر عام 2010 عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع المرض. الفنان خليل حداد أبو طوني هو ممثل سوري، ولد في حلب عام 1959. توفى خليل حداد يوم الأحد الموافق 24 من شهر يوليو عام 2016 عن عمر ناهز 57 عاما بسبب أزمة قلبية حادة في مدينة حلب. الفنان زهير رمضان أبو جودة ولد يوم 21 يونيو عام 1959 في دمشق وهو ممثل سوري. توفى زهير رمضان مساء الأربعاء 17 نوفمبر عام 2021 عن عمر ناهز 62 عاما بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد.